الفتنة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الدهماء. قالت: ثم تظهر فيهم فتنة الدهماء لا تدع بيتا إلا دخلته ولا وجها إلا لطمته. وما أظنها إلا هذه الفتنة، فتنة هذه الأجهزة. ولكن يستطيع المسلم باعتصامه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمحافظة على دينه أن يصمد وأن يقف سدا في وجه هذه الفتن، وأن يثبته الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحبة، موضوع الكلمة باختصار عن سوء الخاتمة أو حسن الخاتمة. عياذا بك اللهم من سوء الخاتمة، ونسألك اللهم يا ربنا في حسن الخاتمة. فإن على حسن الخاتمة أو سوءها يتقرر مصير الإنسان. إن ختم له بخير فهو من أهل الجنة، وإن ختم له بشر كان البعيد من أهل النار. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. لأن المعول على الخاتمة. لو عشت طول عمرك عابدا لله ثم ختمتها بشيء من المعصية أو الكفر ختم لك عليه. مثل الصلاة، صلينا المغرب الآن 3 ركعات، لو أن واحدا قبل سلام الإمام بدقيقة أو بلحظة واحدة انصرف من الصلاة قبل الإمام، إيش حكم صلاته؟ باطلة. وهو صلى كل الركعات، ما بقي إلا شوية ويقول الإمام السلام عليكم، لكن قام وخلى الصلاة، ما تنفع صلاته.